أبدى الناخب الوطني وليد الركراكي تمسكه بقرار استبعاد 5 لاعبين من قائمة منتخب المغرب للمشاركة في بطولة كأس العرب المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة من أول إلى 18 ديسمبر 2025، وذلك في إطار الحفاظ على لياقتهم البدنية وتفادي إرهاقهم قبل انطلاق بطولة كأس إفريقيا التي ستبدأ بعد 3 أيام فقط من انتهاء البطولة العربية. وأكدت تقارير إعلامية أن الركراكي قرر استبعاد كل من يوسف بالعماري الظهير الأيسر، وجواد اليميق المدافع، ومحمد الشيبي الظهير الأيمن، بالإضافة إلى الحارس منير المحمدي والمهاجم سفيان رحيمي، نظرا لما يمثلونه من أهمية كبيرة للمنتخب في التحديات الإفريقية القادمة. وفي المقابل أتاح الركراكي للمدرب طارق السكتيوي حرية استدعاء اللاعبين المحليين أو أولئك الذين ينشطون في البطولات العربية للمشاركة في هذه النسخة من كأس العرب.